استغفر الله العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. ثم احنا قلنا فيما مضى ان العبادات لها فائده، يعني العباده اللي ما بتفيدش صاحبها لا خير فيها، حتى لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يكون الصيام ما بيفيدوش ليس له من صيام الا جوع عطش خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يعني القضيه مش انت بتعذب نفسك لا بصيام ولا بصلاه ولا بحج ولا بزكاه وما بتستفدش. فقلنا ان كل عباده لها غايه لها نتيجه. انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي ايه اللي حبسك هنا في المسجد وجاي هنا المسجد وجاي تعب نفسك عشان ايه؟ انت لازم تفيد. فبدانا هذا المشوار قلنا ربنا يتم علينا بخير ان شاء الله، وربنا يعيننا ان احنا نتعلم من امور ديننا والصفات اللي هي فينا. انا قلت زمان وبقولها وانا زدت على كلامي، اكثر من 80% من اخلاق الاسلام في طباع البشر. في طباع البشر، بدليل ان غير المسلمين بيفعلوا صفات الاسلام وهم مش واخدين بالهم. مفيش هي بس قضيه ان احنا حدث فتره كده اخلاقنا سقطت، حدث فيه سقوط في الاخلاق. فهنقوم نرجع مع بعض ان شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. فبدانا قلنا من البارحه ان مقصد الصيام تقوى الله. احنا قلنا مقصد الصيام ايه؟ تقوى الله، وده اللي ربنا قاله، وقلنا دي مش الغايه الاساسيه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. وبدانا نفهم قلنا معنى التقوى، بس قلنا صفات الاتقياء. لأن المفروض إن أنا كل يوم يبقى فيها صفة أو فيها زيادة. فبدأنا وقلنا إن أول صفة من صفات الأتقياء خفض الغيظ. وده اللي النبي علمه صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ وإنسان فوقع أو شاتمه، إذا كان يوم الصيام أحدكم فلا يرقص ولا يسقط ولا يجل، وإنسان فوقع أو شاتمه فليقل إيه؟ اللي صايم المشغول يكسر غيظه. فإحنا عرفنا امبارح قلنا كظم الغيظ ده يعني إيه؟ الغيظ امتلاء قوة جواك. خلي بالك انت امتلاءك في الخير شيء سهل، ووقفتك في الخير سهل. قضية انك تحكم نفسك وقت الغضب. الإيمان بيظهر. إذا أردت أن تعرف إيمان رجل فاعلمه وقت غضبه. الإيمان يبان امتى؟ وقت الغضب، مش وقت الفرح. ما الفرح الناس فرحانة وهيصة ومحدش حاسس بحاجة. لكن عايز تقيس إيمان إنسان، انتظر وقت غضبه واعرف بيتصرف ازاي، اقواله بيقول ايه، لسانه بيعمل ايه، جسمه بيعمل ايه. ده الحكم الحقيقي. عشان كده اسموه كاظم الغيظ. قلنا الغيظ ده امتلاء داخل الانسان، هو قاصم يعني افعل القاصم هتبقى معايا يعني القفل الحاد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه كاظم. ولذلك جهنم اذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا في غيظ، يعني ايه؟ بس هي ما بتجزمش. نتفق معاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عايزنا نكسر الغيظ. اتكلمنا امبارح قلنا ان ربنا قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. قلنا كظم الغيظ هو ان تقدر ان تمنع نفسك من الرد مع قدرتك على ان تفعل. ولذلك النبي له حديث حلو صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول ايه؟ من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه، يعني هو عمل معاه موقف يقدر يرد عليه، لم يذهب الله به يوم القيامه حتى يخيره من اي حور العين شاء يوم القيامه. يعني على رؤوس الاشهاد وربنا يقول له انت عشان كظمت غيظك ومنعت نفسك ما ردتش عشان خاطري، تعالى اختار احسن واحده من حور العين ايه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. ده الحديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كظم الغيظ صفه. شوف انت الصيام ده بيدربك عليه، تقدر تكظم غيظك ولا لا؟ جبت منين كام؟ واحنا قلنا احنا نحاسب نفسك بعد ما تجيبش نفسك، ما تملش نفسك. انت كل يوم من رمضان ايه اللي بتستفيده؟ احنا النهارده اهو وبيجي سبحان الله ربنا يتم علينا الخير. احنا بنصلي قيام ثالث ليله معايا كده بعد الصلاه والسلام على رسول الله، والايام بتجري وهتجري. وهو ربنا اللي قال كده اياما معدودات. وقلنا التانيث زمان للتقليل. التانيث ايه؟ للتقليل في اللغه العربيه. فهل انت استفدت قد ايه في الليلتين دول او في اليومين دول يا سلطان؟ هل استطعت لو انسان اعتدى عليك الا ترد عليه؟ هل استطعت مع انك قادر تستطيع؟ ولذلك
ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن تعبير جميل قوي، قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. الباب بس ما اعتدى شيء جه ايه؟ لان لما يكون انا واحد اعتدى علي وانا عندي تقوى لن اخذ الا حق، لن اخذ الا. شوف الايه انتهت ازاي تاني، وفمن اعتدى عليكم، اعتدى يبقى هو البدء، ممكن تعتدي عليه برضه لكن الثاني رد الاعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله. واتقوا الله، فطلب الله التقوى لان الانسان ما يتجاوزش. ولذلك ايه صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه احد والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ ثأر سيدنا حمزه بن عبد المطلب، بس موقف سيدنا حمزه ده اظهر ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم من ايمانه، اظهر ما بداخله من ايمان. فتخيل انت واحد قريبك تلقى فيك الشكل ده، يعني انا مش قريبك بس، ده الحمزه خلي بالكم ده كان بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم مش كان عمه ومش عمه بس، ده كانوا قريبين لبعض في السن، فكانوا قضوا طفولتهم مع بعض، يعني صديقه بمعنى صح. ده صديق الصبا ده غير الصديق لما تكبر، يعني لما يكون واحد متربيين مع بعض. شوف انت كلمه واحد متربيين مع بعض، فكان الحمزه بالنسبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هو رفيقه، الى درجه ان هو كان دمه خفيف ويقعد يهزر مع سيدنا النبي. بس انا ما عنديش وقت دلوقتي اقول لكم مواقفهم مع بعض بعد الصلاه والسلام على رسول الله. لما فعل في سيدنا الحمزه ما فعل في غزوه احد، النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ان يفعل ذلك في 40 من مين؟ من اهل قريش ومن اشرافهم. اللي عملوه ده عامل زي ربنا قال لا، وان عاقبتم في عدل اله لا يستثني احد ولا يبيح لاحد ان يخترق اكثر من حقه ابدا. ولذلك انا بقول زمان لو كل واحد عور واحد كده مثلا خبط وجه راح للقاضي وانا عايز حقي، قال له ماشي يا ابني انت هو عورك ايه؟ قال له عورني بالسكينه وفتح لي 3 سم. قال له ماشي هجيب لك نفس السكينه وتفتح له 3 سم، بس خلي بالك من حاجه يا ولد. يقول له ايه؟ يقول له لو زودت نص سم هنفتح لك النص سم عندك تاني. خلي بالك معايا العدل ايه؟ يعني هو عورك قد ايه؟ 3 سم، خد يا ابني السكينه اهي وبرضه انت عوره ايه؟ 3 سم، بس لو زودت شويه او غوطت شويه هنعمل فيك نفس اللي انتوا عارفين. لو العدل والله معظم مشاكلنا بعدم العدل، لو العدل سال لاستقام الامر. فربنا قال للنبي ايه صلى الله عليه وسلم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هو واحد في واحد. طيب ولئن صبرتم فلهو خير للصابرين. لو صبرت كان هيبقى احسن لك. واصبر وما صبرك الا بالله. اصبر اللي جاي احسن. هنا بقى اسمها القزم الغيظ. يبقى اصبح انت تقدر انك تعمل مش ما تعملش. وانا امبارح ضربت مثلا قلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وفعل ما لم يفعله احد من التاريخ قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الخلفاء الراشدين بعديه، مش خلفاء الراشدين، حتى بنو اميه بعديه ظلم بعد سيدنا الله عليه وسلم. وما كان قبل رسول الله كانوا يظلمون، يعني العرب كانوا يغيرون على بعضهم بعض. النبي فتح قريش، فتح مكه ودخلها، ولما دخلها كان المفروض بقى، انا مش هحكي قصه، انتوا عارفين النبي حصل له ايه صلى الله عليه وسلم، واللي مش عارف يبقى يقرا. بس النبي سال سؤال للناس اهل مكه بعد ما لموهم كده ووقف، قال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ اتلمنا تاني يا حبايبي، انتوا بقى تتخيلوا اعمل فيكم ايه؟ خلي بالكم من حاجه، كان رد القرشيين رد مايع. خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، احنا مش متعلمين منك الا الكرم. كان يقول له مرة ترخصوني بعد ده كله انت تدوني كلمتين وتلفوني، واحنا لغتنا كده بنقول كده، انت جاي تلفني بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم ان يفعلوا ذلك لانه اصلا داخل مش نيته القتال. خلي بالكم من حاجه، النبي حتى هو داخل بره وداخل من مكه كان عاطي اللواء كده، فحامل اللواء قال اليوم يوم الملحمه، هناخد حق ده مين؟ هو داخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ منه اللواء وقال بل اليوم يوم المرحمه، احنا مش جايين عشان نقتل ولا نقاتل، احنا جايين عشان احنا اصحاب دعوه كاظمي غيظ. بس كظم الغيظ انت اذا قدرت ان تنفذ ما بداخلك، انت قادر تعمل وست ابتغاء مرضات الله. وتاني الحديث من كظم غيظا
وهو ويقدر على إنفاذه، يعني قادر ينفذه. خلاص، لم يزل يوم القيامة على مشهد الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. يقول له انت في الدنيا كنت قادر وعندك الرجاله وعندك السلطه وتقدر تعمل، بس قلت ان فيه رب ورجعت لاستنات لنا. ولذلك لما قلنا الصيام بيدربنا بيقول ايه؟ وان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. يعني ايه اني صائم؟ يعني انا رامي حمولي على غيري ومستحمل، وهيرد عني مين؟ اللي انا صايم عشان خاطره. وعشان كده كان هي ده لفته من العلماء قبل بس يقولوا نصلي، قالوا ايه ليه ربنا قال كله عمل ابن ادم الاول الصوم؟ قول له هي عشان دي، عشان انت صايم مين؟ ليه؟ فلما تكون صايم ليه ولا ترد ابتغاء مرضاته يبقى خلاص انت دخلت في مرحله ده الدفاع الكلي. واوعى تنسى دايما، ودي كل مره هفكركم بيها لحد ما ننتهي من هذا الموضوع، قول الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا. ودي آية في القرآن، وطالما آية في القرآن يبقى الكون سيطيعها. وخلي بالك مش كده بس، ده ربنا قال آية تانية اللي اتقتل قال ومن قتل مظلوما. شوف على ربنا قال السلطة ازاي؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يعني ايه؟ يعني حتى صاحب الدم له ايه؟ له سلطة هيقدر ينفذها بالسلطة بتاعته. يبقى خلاصة القول اخواتي في الله ان من صفات الاتقياء كظم الغيظ. وقسم الغيظ هو منع نفسك عن الرد مع قدرتك عليه. فإذا فعلت ذلك فأنت من كاظمين الغيظ، وبذلك تكون خدت أول مرحلة من تقوى الله. من ايه؟ من تقوى الله. يبقى أول مرحلة إيه؟ تقوى الله. وإحنا قلنا اللي بنبدأ فيها تكملة إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليالينا هذه ليالي مقبولة، وأن يرزقنا فيها العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم احسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب العالمين، وتقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة.